السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكلات بقى يا ولاد من اللي تدخل القلب، حاجات بسيطة، حاجات خفيفة. أنا بديكوا أفكار وكلنا شاطرين، كلنا شاطرين في المطبخ، بس الفيديو ده مخصوص لملوكتي. أولا السمبوسة وهتكلم عنها. أنا ما كنتش بعرف أعمل السمبوسة خالص، أو زي ما أنتوا بتقولوا. المهم ان ملوكتي حبيبتي ربنا يبارك في عمرها هي اللي كانت بتعملها لي. هقول لكم بقى الطريقه اللي انا عرفتها، وطريقه سهله وجميله قوي. نعمل شويه عصير، مش شرط نكتر العصير، نعمل عصير فراوله وعصير برتقال وعصير مانجا، لا، كل يوم حاجه بسيطه. كل يوم عايز اكل جديد، كل يوم عايز عصير جديد وتتبيله فراخ بقى للاستاذه ملوكه. وهنشوف الفرخه وهي بتتقطع، هقول لكم على هي منها اكله ومنها حكايه. بنوتي بقى لما اتجوزت بقى ربنا يبارك في عمرها ويحفظها من كل شر، هي وبناتنا والمسلمين، بتمسك بقى الجلافز، تلبس الجلافز. شوفي يا ملوكة الفرخة وهي بتتقطع. والله يا بنات أنا بكلمكم من القلب للقلب. طبعا الشيفات الكبار طبعا الجلافزات طبعا احترام. أنا بخاف جدا وأنا بقطع الفراخ، بخاف من دايما أحط قطعة للفراخ مختلفة، بحيث إن أنا أشيلها. القطعات البلاستيك دي حلوة بحيث إن احنا تبقى دي مخصوصة للفراخ. شايفة يا ملوكة الفرخة ما خدتش حاجة، لا لبسنا جلافز ولا لبسنا حاجة. شلت القطعة بتاعت الفراخ، نجيب القطعة بتاعت الخضار. شايفين بحافظ على كل حاجة تحطها لوحدها، بالذات في الفراخ وبالذات في اللحم. ناخد الخضار بتاعنا بقى، شوية توم كده وشوية بصل وشوية طماطم، تتبيلة ولا أروع. هنحط بطاطستين تحتيها، وتاخد بقى من التشريبة بتاعت الفراخ القمر ديت. أنا بحب أتبل يا بنات الفراخ من بالليل، بحيث إن هي تشرب من التتبيلة بتاعتها، بصلاية وطماطمية وفصين ثوم وتوابل بقى فراخ ولا أروع من كده. ويا سلام بقى لو معلقتين زبادي عندك أو معلقتين لبن، تاخد بقى من التتبيلة بتاعتها وتطري الفراخ وتخليها زي الفل. بحب أقطع بقى الفراخ من جوه كده يا بنات، شايفين، وفتح من بين العظم كده. يا ملوك قطعي بين العظم كده عشان التشريبة تدخل. ملوكة بقى بتمسك الجلابز يا بنات، تلبس بقى كأنها داخلة حجرة العمليات وهي بتقطع الفرخة بقى. تقول يا ماما يا ماما والله العظيم انت كنت بتشيلي عني حاجات كتير قوي. لكل بنوتة جميلة زي ملوكة. امسكي الفراخ وما تخافيش، بس الجلابز ماشي، بس ما تخافيش قوي وانت بتمسكي الفرخة كأنك بتحكمي ايديك. والله والله يا بنات نفسي اصورها لكم وهي بتقطع الفرخة. معنا بقى نخلينا في التتبيلة يا ملوكتي. نحط بقى التوابل بتاعتنا، بابريكا وفلفل اسمر وشويه ملح وشويه زعتر كده، ونخلي التتبيله روعه يا ولاد، تدخل القلب كده وتقعد التتبيله بتاعت الفراخ دي. جربوها كده وانتوا هتدعوا لي والله العظيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، احلى تتبيله. بالذات بقى لما تحط البطاطس تحتها كده، شايفين، تدخل بقى بقلب الفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا سلام برضو لو تتبيله البانيه عملتيها برضو من غير بصل، حطيتي عليها اللبن، معلقتين لبن كده، حطيتي فلفل اسمر وحطيتي كمون وتوابل فراخ كده عليها، او معلقه فراخ او معلقه صغيره توابل لحمه، تبقى جميله جدا. مش شرط نحط الميه بتاعت البصل ما توقفيش حالك، ما توقفيش حالك في التتبيلات لها حاجات مختلفه. وجربت حاجات كتير، جربت البانيه من غير ميه البصل، حطيته بلبن يبقى اجمل واطعم من ميه البصل كمان. شايفين التوابل بقى لما تدخل في قلب الفراخ بقى، في كيس بقى في التلاجة ببولة، وفي كيس بقى وتبيتيها الليلة في قلب التلاجة تشرب أو تقعد 5 6 ساعات. كل ما الفراخ تتبل كويس، كل ما تشرب من التتبيلة، كل ما تديك طعم أجمل. حط بقى، خليت شوية بقى كده عشان أتبل بيهم البطاطساية اللي تتحط تحتيها. كده كده الفراخ هتنزل الصوص بتاعها على البطاطس، هتبقى جميلة جدا. يا رب احنا في أول أيام شهر رمضان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. يا رب اغفر لنا، رب ارحمنا واغفر لنا وسامحنا. يلا يا بنات، اقروا القرآن كتير، اقروا القرآن كتير جدا جدا جدا. أذكاركم ما تسيبوهاش، الذكر ده بيحميك وبيحفظك ويبارك في عمرنا يا رب. صلاة التراويح اللي ما تقدرش تصلي وهي قاعدة، المهم ما تفوتيش صلاة، ما تفوتيش ذكر. يا رب بحق اسمك الأعظم نكون صحبة عند سيدنا المصطفى يا رب. يا رب يا جماعة ادعوا كتير، ادعوا، اعملوا ورقة كده وادعوا فيها الدعوات بتاعتكم كلها، كل الدعوات بتاعتكم. شهر رمضان ده ربنا فضله على جميع الشهور، نزلت فيه ليلة القدر، كانت أفضل ليلة، نزل كان أفضل الشهور كلها عند ربنا.
نزل فيه القرآن أفضل حاجة وربنا حاميه. نكتّل بقى كده نركّز كل تركيزنا بقى في الصلاة وفي الذكر وفي القرآن، وبرضه ما نحرمش ولادنا من الأكلات الجميلة بتاعة ما تخلّيش المطبخ ياخد وقت كتير. تبّلتِ فراخِك طول السنة، يالّا حُطّي لي لايك واشتركي في القناة والوصفة عجبتِك، ادعوا لي دعوة حلوة. أحبكم في الله يا أحلى أخوات في الكون كُلّه، مع السلامة.